السلام عليكم. يلا بينا بقى واحدة واحدة نحلل الصفقة الجميلة دي، وصفقة سهلة والله. أنا كل صفقاتي سهلة وبحاول أبسطها لك يعني. فأنت هتخرج فاهم الصفقة، ولو قابلتك هتخشها تاني، لأن الصفقة دي نفس اللي حصل في تحليل الذهب في الصفقة اللي فاتت. هي دي نفس الكلام حصل لي. فخلينا بقى واحدة واحدة نبدأ نشتغل كده. طالما انتوا بقى عاجبكم الموضوع، فأنا إن شاء الله هبدأ أعمل لكم بلاي ليست. أنا أصلا بدأت أعمله، ولكن هعملها لكم تحليل صفقات برضه عشان تغذي نظرك كده والموضوع يبقى كويس. فخلينا نمسح كل الكلام ده ونبدأ بقى على نظافة. ماشي. طيب احنا لو انت اول مرة تشوف الفيديو ده، فاحنا بنحلل الذهب كل يوم تقريبا يعني. متوقعين ان السعر يهبط من المنطقة. لا متوقعين ايه؟ احنا شايفين الذهب هابط بالنسبة للتحليل انا يعني، اللي ببعته لكم الذهب بالنسبة لي هابط. وبعد كده السعر مش سايب لي اي منطقة اهتمام غير هنا. طيب وجينا السعر بدأنا نشتري في المناطق دي، ولحد ما السعر جه لمنطقة الاهتمام. بصينا في سيولة تحت مستهدفة، لا مفيش سيولة. فانا قلت لكم ما توقعش ان السعر ايه يرد لي من الاوردر بلوك ده. دخلنا لايف قلت لكم يا شباب الاوردر بلوك ده ممكن السعر يحترمه ايه 100 بيب 200 بيب 300 بيب بالكتير، ولكن ما توقعتش كل ده. ولكن انا بعت يعني، انا ما توقعش ان هو يهبط، ولكن بعت كده صفقه قلب. خدت لي 6 ار ار. هنبدا نتكلم عليها. قبل ما ابدا اتكلم عليها اقول لك واحده واحده كده. بص، انا عندي يوم الاثنين زي ما انت شايف، يوم الثلاث زي ما انت شايف. طبيعي ان يوم الاربع، وهي اصلا الساعه منتهى اهتمام، يصحح شويه. ما كنتش اتوقع كل ده، ولكن بيصحح شويه. طيب انا كنت شايف ان الذهب برضه ما يهبطش كل ده، ولكن هل اسكت؟ لا يا باشا، انت شوف السعر مديك ايه. احنا بنشتغل على معطيات السعر بالدهاني. انا هنا السعر اداني معطيات ان انا اقدر ابيع. خلاص يا باشا بيع، سيبك بقى الذهب يروح شمال يمين ماليش دعوه. انا ليا معطيات. طب ايه المعطيات بقى اللي الذهب ادهاني عشان ابيع الصفقه دي؟ معطيات سهله جدا. انا عندي منطقه اهتمام ومتوقع ان السعر يصحح منها شويه. ممتاز. ممتاز. عندي هنا السعر خد المنطقه دي قويه. ليه قويه؟ هي اي نعم ميتيجيت، ولكن قويه. خدت ايه؟ كل الكيعان دي. هي ميتيجيت ولكن قويه. ممتاز كده. ممتاز. طيب السعر وصل لها زي ما انت شايف، وبدأ ايه يهبط. ولا خلينا واحده واحده كده ايه نتكلم على بدايه الانترنال شيفت. عشان انا في السيوله، هي دي اللي دخلتني الصفقه. انا بدايه الانترنال شيفت السعر صحح شويه، هبط شويه، بدا يصحح ويكمل لي ايه انترنال هابط زي ما انت شايف. طلع خدي ونزل واحده واحده. واول لما طلع للمنطقه دي، هنا بقى بدايه الشغل. انا عندي المنطقه دي قويه. ليه المنطقه دي قويه؟ هقول لك يا سيدي. انا عندي هي دي المنطقه دي قويه، جايه يعني دي جايه من منطقه قويه. طب ده اول سبب. تاني سبب وهو ايه بقى؟ وهو ان السعر لما طلع اداني قمه، طلع خدها بقت دي قوية إلى حد ما. طلع خدها بالمنطقة دي، فدي متحمية في المنطقة دي يعني. احنا بنقولها كده بالبلدي منطقة محمية، منطقة سترونج. طيب ايه تاني يأكد لي ان المنطقة دي سترونج؟ اشوف البرايس اكشن اللي بعدها ايه اللي هيحصل لي. يعني ايه يا عمرو؟ مش فاهم. يعني انا دلوقتي عندي السعر مجرد ما عمل لي القمة دي زي ما انت شايف، انا مبقتش عارف السعر هابط ولا صاعد. ممتاز. طيب هبدأ اشوف في التصحيح بتاعت الذهب دي. هبدأ اشوف انا عندي في سيولة هنا. عندي واحد اتنين. طيب دي بداية السيولة. بقيت انا دلوقتي بين حلين. لو الذهب والله لو السعر نزل وخد السيولة دي وعمل لي كده، ابدأ خلاص اتوقع ان المنطقة دي تتكسر، وبناء عليها ايه الاوردر بلوك هيتكسر. طيب لو ما خدتش المنطقة دي، نركز معايا ونشوف سعر البرايس اكشن بتاع المنطقة دي عمل ايه. بص كده ركز معايا. ما وصليش للمنطقة وبدأ يصعد، اقول لك لا تعالى بقى، تعالى. ده انت بص، ده انت مش سايب، ده انت ما خدتش السيوله، لا ده بالعكس، ده انت كونت لي السيوله اكتر واكتر. يبقى ساعتها ابدا اعمل ايه؟ على انا ادور على منطقه اهتمام. ايوه منطقه اهتمام، وهي اصلا منطقه قويه. واخد بالك؟ وابدا علق صفقتك من غير انتر، لان هي اصلا منطقه قويه زي ما قلت لك. ستوبك فوق المنطقه بخمسة 4 بيب ولا حاجه، ولا 10 بيب. هدفك بقى فين؟ ركز معايا. انا عندي دي اول سيوله بالنسبه لي. طيب عندي ايه تاني؟ عندي دي تاني سيوله بالنسبه لي، القاعده. وانا كنت مستهدف يعني بقى السمارت ماني تراب ده اوردر بلوك واضح للكل. سمارت ماني تراب انا كنت محدده كسمارت ماني تراب. فين هو؟ ايوه، وليه اسبابه يعني. وكنت مستهدف القاع بتاعه. ممتاز كده. ممتاز. طيب ده الهدف الاخير بالنسبه لي. طيب السعر بعد كده عمل لك ايه بقى؟ امشي معايا ونبدا نشوف. امشي، دوس واحده واحده كده. امشي 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 امشي. ايوه اقف هنا بس اقف هنا. طيب السعر لما نزل، ركز معايا بقى كده، ما خدليش المنطقه دي. بص، وعمل لك حاجه جميله قوي هنا. ما خدليش المنطقه دي.
أول لمّا السعر ما خدليش دي بل بالعكس زوّدها لي السيولة نفس اللي عملها لي فوق، أنا كنت متوقع إيه، متوقع إن السعر ياخدها لي ومن ثم بعدها صعود، 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 صعود خلاص تمام، ولكن السعر ما خدهاليش، ركّز كده، ما خدهاليش، بل بالعكس زوّد لي السيولة، بقى أنا عندي القاعين دول سيولة وده تصحيح، طب تعالَ فين التصحيح؟ رُحت جاري على طول على التليجرام، يالّا يا شباب عندنا صفقة، آدي عندي الbreaker block وآدي عندي الorder block اللي كنت أتمنى إن السعر يوصل له، ده order block سبب في الكسر ال3 مناطق وكنت أتمنى السعر يوصل له، ولكن برضه إيه، ما وصلّوش، يعني كنا مستنيين أي نعم كنت ممكن أقدر أبيع من المنطقة دي، ولكن كان صعب، أي نعم السعر نزل بdisplacement قوي ومش محتاج إن هو يطلع، ولكن كنت متوقع إن السعر يطلع للمنطقة دي، وفضلنا دخلنا live وفضلنا نراقب السعر وهنشوف enter وبتاع، وبعد كده إيه، السعر زي ما أنت شايف صحّح على الbreaker وكل سنة وأنت طيب، اتفرّج يا معلم. وبس يا سيدي، أنا عن نفسي خدت صفقتي لحد هنا. وبس، ده كان تحليلي للصفقة الجميلة دي، صفقة سهلة، أعتقد إن أنت نظرتك للسوق اتغيّرت شوية، أنا صفقاتي الحمد لله كلّها سهلة، بس هي محتاجة بس شوية بس إيه، نظرة عامة كده على الشرط ربط الكلمات وهكذا. أتمنى لو عجبك الفيديو كده تسيب لي comment حلو، رابط التليجرام بتاعي في البايو بنتناقش، بننزّل عليه صفقات كل فين وفين بصراحة. بس يا سيدي، يالّا أتمنى الفيديو يعجبك إن شاء الله وأشوفك في فيديو جديد، السلام عليكم.